مساء الخير أستاذ علي، أهلا فيك مجددا معنا بالحدث. مساء النور، أهلا بك. أستاذ علي، عندما تقول أنه حضرتك كنت تزود بأفكار وأخبار مفبركة، أعطيت مثل ولكن ممكن أنه نسمع منك تفاصيل أكثر. يعني حضرتك تقول شيء يعني الآن خاص فيك تماما وكل يريدون أن يسمعونه. نعم ست نجوى، أنا طبعا عندي كل الجرأة أنه أطرح هذا الموضوع الخاص بي على الهواء مباشرة. باختصار، أنا تعرفت على بنت على الفيسبوك وصارت علاقة بيني وبينها، حبيتها فاتجهت إلى أهلي فتحتهم بالموضوع أنه أخطب هذه البنية. صارت هجمة شرسة علي من الأهل والأصدقاء والأقارب أنه كيف أخطب من الفيسبوك. تركت الموضوع على أهل وخطبوا لي بنت يعني اعتيادية، فقالوا أن هذا شرف وعفة ومصون وإلى آخره. تمت عملية الخطبة، فإذا بها انصدم أن البنت كانت آدمن في أحد البيجات وتبث مباشرة على الهواء. نعم ست نجوى. أستاذ علي عفوا، يعني حضرتك منذ اللحظة اللي تلقيت فيها الخبر والتفاصيل المتعلقة شكيت بالموضوع أو لاحقا شكيت؟ لا، مو نفس اللحظة، لا مو نفس اللحظة. أنا تزوجنا، صارت مراسيم الزفاف، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدها بيوم الزفة لاحظت اكو شامة على ايد البنية تشبه شامة الادمن نونة موجودة باحد البيجات. انا صراحة كنت متابع جيد الادمن نونة، حالي حال الالاف من الشباب يعني. يعني قلت يخلق بالشبه 40 جوز، الشامة شبه، مكانها شبه. فاذا بي بالليل وهي نايمة اسمعها تقول اسفة حبايب انقطع البث. نعم، اسفة حبايب انقطع البث. نعم. لماذا كل الافتخار ربما نقول يعني السخرية بهذه الطريقة؟ تفتخر، نعم تفتخر، لأنه هي عبارة عن بطاقة فيزا متنقلة. تذهب إلى صاحب البيج لديه 100 معجب، فتقول له سأوصل البيج إلى 5000 معجب من خلال البث المباشر. هذه دعارة من نوع جديد. نعم، هذه دعارة من نوع جديد وأقولها بملء فمي. وتقدم على بث مباشر ليدها أو ساقها أو يعني بعض الأشياء، وتكسب المعجبين للبيج. نعم. طيب أستاذ علي، يعني معلش تأذن لي أنه الكلام اللي تفضلت فيه يعني يمكن بخلينا نذهب بتفكيرنا إلى الشخصيات السياسية البارزة الأخرى. لا ست نجوى، أي شخصيات سياسية تسوي بث مباشر؟ منو؟ عالية حنان، عالية إذا تسوي بث مباشر الشامل عندها ما تبين، شو تبين؟ دبس طافية الكهرباء من قاحها. لا، ما أتوقع أكو سياسية تسوي بث مباشر. هذه تصرفات من الشعب ولا دخل السياسيين بهذه الأمور. يعني يذهب بك القلق من التصرفات إلى هذا المنحى، إلى هذا المستوى؟ ست نجوى، كيف لا أقلق؟ كيف؟ هذه مدرسة، المدرسة تبث مباشر، كيف بحال الطلاب؟ هذا كارثة، هذه كارثة. أنا عندما خطبت هذه الفتاة والدها يقول بابنتي لا تندل باب الجراج أي الحوش. نعم، وإذا خرجت للجراج تتيه الغرفة. طيب عم بنتك ما يحتاج تخرج، ما يحتاج، لديها 3000 متابع بالغرفة، ما شو يسوي بالخروج؟ طب عن هذا النوع من الأشخاص، نعم، كم يعني شخص ممكن يكونوا عارفين بما يحصل منها؟ يعني مثلا انتم اللي كنتوا مثلا مكتب اعلامي ما بتعرفوا هالمعلومات، فقط تتلقون تقارير؟ نعم نعرف كل هاي المعلومات، نعرف، لكن انا سألت الامور حسب التقاليد، انه اذا راح تخطب حسب التقاليد الشرقية ومو عن طريق الفيسبوك. يعني ست نجوى عفوا السؤال، يعني انت اللي راح تخطبها جيرانكم او من غير مكان، يعني ما عندها فيسبوك؟ يعني انت اللي تعرفها على الفيسبوك شو يعني بشر؟ ماكو، يعني اللقاء في الفيسبوك اصبح شيء شاذ او كأنك تلتقي بشخص في عالم من المخدرات او عالم ما اعرف يعني. نعم. طيب استاذ علي، هل بالمعنى اللي عم تتفضل فيه هناك الكثير من الشباب اخوانك ورفاقك عندهم نفس تساؤلاتك ونفس مخاوفك، ام انه يعني انت فقط الان تتلقى الشتائم؟ اكيد تتلقى الشتائم.
نعم نعم أتلقى الشتائم، لكن كل الشباب لديهم المخاوف، كل الشباب لديهم المخاوف، وأنا الشتائم اللي تلقيتها بسبب العادات الشرقية. لكن الشباب يريدون أدمنون التي لا يعرفون ماضيها. نعم يريدون، يعني يقول لك انا شلون اتزوج بنت مصادقها؟ لا، يروح يدق الباب على اي بنيه، لا على التعيين، المهم حسب العادات والتقاليد. يعني يجوز هو بمخه لا يعرف انه عندها ماضي، بس شنو يعني هذا الماضي ما حد يعرف به، ولا هي تعرف انه هو يعرف ماضيها، وهكذا. هاي الافكار الشرقيه اللي تعبانه. نعم، وانا اشكر كل الشتائم اللي جتني. مظبوط. بس استاذ علي، يعني يمكن الشعره اللي قسمت ظهر البعير بالنسبه لك، ولكن ماذا لو نسالك عن امثله اخرى من المسائل اللي اكتشفت انك انت تتلقى اخبار مفبركه فيها؟ انا لست بعير ست نجوى، انا اشكرك على هذا التجاوز، هذه من بعض الشتائم اللي وصلتني، لكن اكتشفت هواي امور غير البث المباشر. مثلا صورة لديها، يوم لعينها، يوم لرجلها، يعني اذا تدخل البروفايل هتجمع الصور راح تستخرج شكلها. ما اعرف، يعني هواي امور سلبيات موجودة. نعم. ممكن نسألك عنها، هل كمان في شيء، يعني في هدف من هذا النوع، إحداث هذا الشكل الديموغرافي المختلف؟ يعني هذه سياسات نعرف أنها تمارس بحالات مثل، هل في هدف من هذا النوع معلن أو غير معلن؟ نعم اعلن الهدف، وتوجد حملة الآن لمحاربة هذه الظاهرة، وتعود المدرسة إلى مدرسة وتكف عن الدعارة. نعم، المباشر هو دعارة بطريقة غير مباشرة. نعم نعم نعم. طيب استاذ علي، حضرتك قدمت اعتذار وتحدثت عن مخاوف بهذا الشأن. يعني انا حابه اسالك بعد، بس حقيقه ما عاد عندنا وقت للاسف. الان يقولون لي بعد في اقل من نصف دقيقه، يمكن يجب ان اكتفي بهذا القدر. الاستاذ علي، اشكرك شكرا جزيلا، وطبعا لنا لقاءات اخرى.